طيب دلوقتي انا اتكلم ليه؟ انا شخص الاكونت بتاعه مقتصر على اهلي صحابي، ما عنديش متابعين يعني، فكلامي هيفرق في ايه؟ انا مش مطلوب مني ان انا اتكلم اصلا. خلوا الكلام ده بقى للناس المؤثرة اللي عندهم متابعين كتيرة اللي كلمتهم مسموعة، لكن انا مش مطلوب مني ان انا اتكلم اصلا. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه؟ الاجابة في سورة البقرة قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الإجابة كلها في كلمة خليفة دي. يعني إيه خليفة؟ يعني مطلوب من حضرتك أول حاجة إنك تعبد ربنا، تشوف إيه هي الفروض اللي المفروض تعملها وتلتزم بيها. تاني حاجة تعمر الأرض، كل واحد ليه دور في الحياة يعمله على أكمل وجه. تالت حاجة إن حضرتك تكون قدوة، تعبر عن دينك بأخلاقك، بتصرفاتك، تعاملاتك مع الناس، مظهرك وهيئتك، تنصر الحق، تنصر المظلوم، وتستنكر الظلم والظالم. طيب هل الخلافة دي ليها علاقة بشهرة، بعدد متابعين، مين معروف عالميا أو معروف في بلده؟ خالص. كل واحد فينا خليفة لله في الأرض، وكل واحد فينا هيتحاسب على الدور دوت. محدش يجي يقول ايه لازمة ان انا اعمل كذا، انا مش مطلوب مني، مش دوري، ده دورهم هم. لا، ده دورنا كلنا. في ميزة زيادة ان حد مثلا معروف لمنصة، دي حاجة زيادة، لكن ده لا ينفي عن الباقيين ادوارهم. اديك مثال بسيط قوي. حضرتك قاعد على الكنبة دلوقتي ومستاء جدا من الاحداث، عملت سيرش على جوجل، كتبت مثلا قصف غزة، فلان التاني قاعد برضو مستاء جدا، عمل نفس السيرش على غزة، قصف غزة، اللي حصل الموضوع ابتدى يسمع عند جوجل، الموضوع ابتدى يسمع عند تويتر، الموضوع اتقلب لهاشتاج عالمي. العالم ابتدى يبص ليه ترند نمبر 1 عالميا قصف غزة. الهيصة دي جت منين؟ ان واحد قاعد في بيتهم على الكنبة عمل سيرش. نتيجة الهيصة دي ايه؟ العالم كله انظاره اتجهت لغزة. اللي كان بيدعم الاحتلال وفاهم الموضوع غلط لقى فيديوهات تانية بتدعم الفلسطينيين، فاتفرج ده يفهم الحقيقة. ناس ما كانش عندها اي معلومة في الغرب عن الانتهاكات اللي بتحصل والقصف والعدوان اللي بيحصل على الفلسطينيين، لكن لما بقى ترند دخلوا ودوروا عشان يفهموا وعرفوا الحق مع مين. كل ده ابتدى من ايه؟ ان حضرتك قاعد عملت سيرش. هي الدنيا دلوقتي بقت كده، الزمن اللي احنا فيه بقى كده. انك تكون شخص مؤثر وعندك متابعين بالملايين وتطلع تبقى في جانب الحق وتنصره، انت مش متخيل بيفرق ازاي عالميا. او ان شخص مؤثر ويطلع يبقى في صف العدوان والصهاينة، للأسف مؤثر. ما ينفعش نسيبهم هم يقعدوا يتكلموا ويزيفوا الحقايق واحنا قاعدين ساكتين. اعمل دورك اللي ربنا هيسألك عليه. انت خليفة. في ماركات كتيرة مثلا تدعم الكيان الصهيوني بشكل واضح. مثلا لما حضرتك كفرد اعقد النية ان انا مش هشرب من ستاربكس تاني. ليه؟ عشان اعمل دوري، انا هنصر الحق بالطريقة دي، وهو ده اللي انا اقدر عليه دلوقتي. هستغنى عن حاجة ونيتي ان ديت لوجه الله ولدعم اخواتي. هل دي هينة؟ مش هينة، كبيرة قوي عند ربنا. طيب هل في الحياة هينة؟ لا، مش هينة. لان حضرتك لما تعمل كده وتقوم بدورك، لان انت فاهم انت ربنا خلقك ليه، وغيرك يبقى فاهم برضو دوره فيعمله ويركز في نفسه، ما يركزش ما الناس بتشرب عادي وبيجيبوا، لا، ركز في دورك انت واعمله. هنلاقي ان في اثر. اجي اقول انا هقاطع كذا وكذا وكذا او هعمل كذا وكذا وكذا، لان دوت بيترجم لرصاص في صدر اخواتنا، هتلاقوا في اثر. لكن لما كل واحد يستصغر دوره ويستهيفه ويستحقره، مش هنتحرك. في الناحية التانية هتلاقوا ان في تغيرات جذرية، عشان كلهم بيتحركوا، كلهم بيتكلموا، همش الحق وبيتكلموا، بيكذبوا بس ما بيبطلوش. عرفتوا بقى ان هي بتفرق؟ وافتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اعمل اللي عليك والباقي بقى سيبه لتدابير ربنا، وتيقن ان ربنا قادر على كل شيء.